بين اعتراف امريكا بالقدس عاصمه لاسرائيل في 2017 وما بين العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه في 2023 في رحله كبيره وتطورات كتيره للقضيه اللي بدات من عشرات السنين. انا مصطفى الغريب وده سؤال. زي النهارده في 6 ديسمبر سنه 2017 الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل في خطوه كانت بتمثل تحدي للمجتمع الدولي وكل المنظمات العالميه، لان بحسب قرارات الامم المتحده وباعتراف المجتمع الدولي بالقدس الشرقيه محتله، ولكن ولاد العم سام كان ليهم راي تاني، وكالعاده مارسوا بلطجتهم لتحقيق رغبات طفلتهم المدلله اسرائيل، او بمعنى اصح الدوله اللي بتمشيهم. انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده ما كانش فكره كده طلعت في دماغ ترامب، ولكن الموضوع ده بدا في 23 اكتوبر سنه 1995 لما الكونجرس الامريكي وقع على قانون بيسمح بنقل السفاره الامريكيه من تل ابيب للقدس والاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل في موعد اقصاه 31 مايو سنه 99، وساعتها ادى الحريه للرئيس للتوقيع عليه لاقراره، وفي نفس الوقت ادى للرئيس سلطه تاجيل تنفيذه لمده 6 شهور واحاطه الكونجرس بالتاجيل ده، وده اللي حرص عليه الرؤساء الامريكيين من ساعتها، وعلشان كده مفيش حد من بيل كلينتون ولا جورج بوش الابن ولا حتى اوباما فعل القانون ده، لانهم عارفين ان تبعاته ما كانتش هتبقى سهله والمجتمع الدولي مش هيسكت، لحد ما وصلنا لترامب اللي اتحدى كل حاجه ووقع القانون علشان تكون الولايات المتحده الحاميه الاولى لدوله الاحتلال اول دوله تعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل. ولو رجعنا بالذاكره شويه كده فكلنا فاكرين وحافظين ان اسرائيل احتلت القدس الشرقيه سنه 67 وبتعتبر المدينه كلها عاصمه ليها، في مخالفه صريحه لمقررات الامم المتحده اللي مش بتعترف بسياده اسرائيل على القدس بشكل كامل، اللي بتضم مواقع اسلاميه ومسيحيه مقدسه، وفضلت بعد كده قضيه القدس من القضايا المستعصيه على الحل ضمن اتفاقيه اوسلو سنه 1993 اللي نصت على ان وضع المدينه هيتم التفاوض بشانه في مراحل لاحقه خلال عمليه السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، الا ان اسرائيل من سنه 67 عملت عشرات المستوطنات غير الشرعيه وفقا للقانون الدولي في القدس الشرقيه للمستوطنين اليهود في محاوله لتغيير ديموغرافيه المدينه. وبعد السنين دي كلها شفناهم اهو في 2023 بيبيدوا الشعب الفلسطيني وبيحاولوا يهجروه بره ارضه علشان يفرضوا سيطرتهم على كل ارض فلسطين في ظل صمت دولي مخزي ودعم من الدوله الاقوى في العالم اللي هي امريكا. يعني الهدف بالنسبه لهم مش القدس بس ولا غزه بس، لكن كل ارض فلسطين، ويبيدوا جزء من شعب فلسطين ويجبروا الباقي انهم يهاجروا بره ارضهم علشان ينجوا بحياتهم، وده اللي مش هيحصل ومحدش مننا هيقبل بيه، وهتفضل فلسطين الحبيبه هي قضيتنا الاولى. سلام.